ككونسبت مستثمر مصري في دبي، شايف انه في فرق فعلا بين عقليه المستثمر المصري لما يستثمر في مصر وبين عقليه المستثمر لما يجي يستثمر في دبي؟ الكلمه دي مش بنسمعها الا في المصري. انا صليت استخاره وقلبي مش مطمن. مرتبين من العشرة الاوائل، قلبه ميت قوي، طلع عينك بقى على ما يشتري ويقرر يعني. بص، هو يعني مش عارف الموضوع ده ممكن يزعل المصريين مني لو انا مصري يعني، بس اللي زعلهم من اكتر الجنسيات المرهقه لنا في السوق جنسيتين، 3 جنسيات عربيه، مش هقول 2 تانيين عشان انت سالتني على جنسيه واضحه خلاص، المصريه من ضمنهم. الجنسيه المصريه ليه؟ عندهم حجم تردد مش طبيعي في اتخاذ القرارات. وفي جمله اصلا انت عارف عندنا في مصر كده، كلمه منتشره ستاندر عندنا، يقول لك ده تعب وشقايه. الكلمه دي مش بنسمعها الا في المصري شويه يعني. يقول لك ده تعب وشقايه، فبيبرر بقى بالجمله دي تردده، لدرجه ان ممكن يقعد معاك شهر كامل فول اب وراجل سخن يعني تحفه بيشتري ومشتري معاك يعني، رايح معاك في الموضوع في الجد يعني. وبعد شهر مثلا متابعه عيني مع السيلز، بص تلاقي يقول للسيلز ايه، بص بقول لك ايه، انا صليت استخاره وقلبي مش مطمن، مش هشتري. انت فاهم ازاي الموضوع ده؟ سواء في مصر او في دبي، وبيزيد في دبي. ليه؟ احنا كان عندنا طول عمرنا ثقافه اللي بيسافر بره بيبعت فلوس جوه، فكره ان هو ياخد الفلوس جوه يطلعها بره حتى لو استثمار، دي مش منتشره، وان كانت بدات تتحرك. وعلى فكره المصريين نسبه الشراء بتاعتهم مرتبين من العشرة الاوائل من الجنسيات اللي بتشتري في الامارات دلوقتي ودبي خاصه يعني. وده شيء كويس جدا، لان ده معناه نوع من انواع النضوج الاقتصادي والفكري المصريين يعني. فهل هم بيشتروا؟ عمليا بيشتروا. هل هم مترددين؟ جدا، بياخدوا وقت كتير قوي وبيندفعوا في نفس الوقت يعني. بص، ما عندناش وسط احنا يعني، ايه، يا اما قلبه ميت قوي فيروح يشتري اي حاجه تقبل، والله العظيم بيشتروا ساعات حاجات احنا بنزعل عليها. اوقات تانية يطلع عينك بقى على ما يشتري ويقرر يعني. وفي اشكال غريب شويه عندنا، احنا عاطفيين، فاحيانا بنلاقي ديلز حصلت مش احسن حاجه بسبب ان السيلز اللي كان بيكلمه كان بيديله وعود كتيره كده مش احسن حاجه يعني. عموما يعني في فرق في قراره، في اتخاذ قراره ان هو بيشتري في دبي وهو بيشتري في مصر. بيشتري في مصر مطمئن اكتر. المصريين والعراقيين بيحبوا فكره، بالذات العراقيين والمصريين بيحبوا فكره يقول لك انا اشوف الحاجه بعيني، اطمن على حاجتي، ما اشتريش حاجه كده غيبا يعني، اشتري سمك وميه يعني، ايا كان بقى المصطلح بيستخدموه، لكن هو بيميلوا لفكره ان هو يبقى شايف الحاجه ايه قدام عينه اكتر يعني. لكن العراقيين مش مترددين، لكن المصريين مترددين شويه. السوريين بياخدوا وقت طويل قوي على ما يمحصوا ويفحصوا ويسالوا الدنيا كلها يعني. لكن كلهم حبايبنا وممكن اكتر عملاء عندنا اصلا وبيشتروا في الاخر.